ارضى بقضاء الله لعل رضائك بقضاء الله يرضيك. الجملة دي قالها سيدنا عمر الفاروق، من أجمل الجمل اللي أنا سمعتها في حياتي، علشان فيها معاني كتيرة جدا. كلنا بيحصل لنا بلاءات ومصايب، احنا بنكون متخيلين ان دي نهاية الدنيا او نهاية كل حاجة، وبنزعل وبنتضايق، وفي ناس ما بتبقاش راضية بده. بس صدقني كده كده البلاء ده او المشكلة ده او المصيبة دي هي هتعدي زي ما ربنا كاتب ليها ان هي تعدي. سواء انت كنت مبسوط او كنت متضايق فهي كده كده هتعدي، سواء كسرت كل حاجة او عملت اي حاجة عشان هي تعدي، مش هتعدي غير بالطريقة اللي ربنا كاتب لها ان هي تعدي. فدايما كون راضي، لان سواء انت رضيت ما رضيتش هي هتعدي. فزي ما قال سيدنا عمر، حاول تكون دايما راضي لعل رضائك بالبلاء ده يرضيك. ودايما انت شخص مؤمن وعارف ان ربنا ما بيجيبش للإنسان حاجة وحشة، فبالتالي ان المشكلة او البلاء اللي انت عندك ده مش حاجة وحشة زي ما انت متخيل. دي هتكون نقطة تحول في حياتك لشخص احسن، وهتساعدك توصل للهدف اللي انت مخلوق عشانه اصلا، ان ربنا مش بيخلق حد هباء. فلازم لازم لازم تتعلم انك ترضى بالبلاءات، لان البلاء ظاهره فيه العذاب ولكن باطنه فيه الرحمة. دايما من بره تحس ان هو عذاب شديد وان انت مش هتقدر تتحمله وان هو هيدمر حياتك، بس بالعكس لو بحثت جواه ودورت وراه هتعرف ان ربنا مش بيجيب حاجة وحشة، بالعكس البلاء ده هو احسن اختيار ليك في الفترة اللي انت فيها حاليا. فده باطنه فيه الرحمة، هو اللي هيخليك ويخلق منك شخص احسن بكتير قدام. فدايما خلي الجملة دي على طول في اذنك لما يحصل لك اي مشكلة او تحس ان انت خلاص بفقدان الامل او ان انت بدأت تتضايق او تتخنق، ان انت تحاول مهما كان ان انت تحاول ترضى. ده هيساعدك جدا انه يخليك في راحة نفسية، ودايما عندك توازن نفسي مع اللحظات السعيدة واللحظات اللي مش سعيدة. انا مش بحب اقول عليها حزينة، اسمها مش سعيدة. فالرضا ده الحاجة اللي هتخليك دايما مبسوط، حتى في عز الازمات انت هتكون مبسوط وعندك راحة نفسية، وهو بيأثر كتير جدا على صحتك النفسية. وده الهدف الأساسي من الفيديو بتاع النهاردة، إن هو هيساعدك كتير جدا إن أنت تخلي صحتك النفسية أحسن حال في الفترات اللي أنت شايف إن هي فيها بلاء أو مصيبة. ده هدف الصفحة، إن أنا بنزل كل يوم محتوى عن الصحة النفسية وتطوير الذات والشخصية، وإنك أنت إزاي تحسن علاقتك بنفسك قبل ما تحسنها مع الآخرين. فلو انت عندك اي مشكلة او استفسار ممكن تسيبولي في كومنتس او تتواصل معايا على رسائل الصفحة، وياريت لو تقولولي على مقترحات جديدة المواضيع ممكن نتكلم عنها. وافتكر ان دايما في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.